والله لا. مع الاسرار والترس. عندك ايه؟ هاي مرحبا سي سفيان في المسرح الأثري بقرطاج تحديدا في الليلوج بتاع المسرح الأثري. الحقيقة المشاركة ذي بالنسبة لي أنا مهمة برشا في مسيرتي ونعتبرها هو لقاء الأجيال، لقاء ال... الذاكرة مع الذاكرة التونسية فيما يخص الأغاني اللي تعلمنا عليهم وحفظناهم، وحتى المؤلفين اللي هما زاد عندهم بصمة، وشرفني باش أنا نكرمهم ومن خلالهم هما زاد نقدم اعمال متاعي اللي هي من الحان كما سي ناصر ان شاء الله ذي باش نعلنوا عليه في الحفله. وتمت الدعوه بكل تلقائيه الحقيقه. كي اتصلوا بيا رحبت بكل ترحاب، رحبت بكل ترحاب. تحيه الرحاب. دونك شرف لي على خاطر عندي دي سوفونير في المسرح هذايا بالذات. مش أول مرة نعتلي ركح مهرجان كرتاج. كانت في 2004، في 2006، في 2009 اختتام كرتاج في عرض البساط الأحمر لرياض الفهري، وكان لقاء قوي برشا بالنسبة لنا مع سي صالح المهدي الله يرحمه، وكنا غنينا مع بعضنا c'était très mémorable pour moi مع لو كور دو لارمي روج في افتتاح كرتاج 2013 على ما اظن ولا 2012 حسيلو تواريخ، وعرض استفتاح. المومون هذا اللي غنينا فيه الفنانين الكل على ركح كرتاج، وكانت مئوية علي رياحي وغنيت فيها انا زينب بتلانشير. ونتذكر مليح مليح كنت نجموا تعملوا هكا رابيل وانا نحكي تشوفوا الفيديو توا وانا نغني في زينب بتلانشير، والناس طلبت باش نعاودها، وكانت سوكسي الحقيقه عطبه برشا وانا نغني في زينب بتلانشير على خاطر المومون هذاك اللي غنيت فيه في كرتاج. وهاو جات الفرصه باش نغني، باش ناخذ مساحه يعني مهمه جدا، لانه في كل مره نكون موجود في مشروع، لكن المره هذه باش نكون موجود في تكريم، وميم طون زاد باش نقدم عمل من انتاجي اللي هو من الحان القدير ناصر صمود. اغنيه نقول له ما زلت صغير غير الوقت مكبرني وما زلت صغير. يا جدولة ما زلت صغير يا جدولة. نقول له الفنان ديما يقعد صغير. قالت هي الفنانة عليا ونعمة في لقاء على كرتاج، قال له الفنان عمره ما يموت. هذايا نعتبره سلوغان هنا للفنان، على خاطر بالفن متاعه وبال احساسه الدائم ديما يقعد حي، وديما يقعد صغير، وديما يقعد يتعلم، وديما يقعد حس الطموح نتاعو ما لازموش يوفى. والله الكلمات والاغاني ما توفيش معناها شخص، ولا خاطر برشا ناس معناها يعرفوا سي ناصر الملحن والمؤلف هكا من بعيد، اما اللي يعرفوه من داخله انا قربت له برشا الفتره الاخرى. صديقي بالكدا نحبه برشا، وإنسان معطاء ويحب الحياة ويحب الأجيال الكل، معناه ما عندوش مشكلة جيل قديم وجيل جديد، هو مواكب الأجيال الكل. روحه محلاها في ألحانه في أعماله، وحتى في الدنيا أنا نحبه برشا. في كلمة نقوله العشير، أنا العشير ناصر صبون سي الحبيب. الحقيقة شوف احنا نحكيو على كاليبر محترم جدا في الحفله ذي. كي نوصلوا سي حبيب محنوش نوصلوا نحكيو على الذاكره التونسيه، اعمال تقدمت الفنانين التوانسه الى حد الان قاعدين معناها لي سوكسي نتاعهم يتغنوا الى الان، مع سليم دمغنا بها كراولي وحسين العفريت وهات ما كل الاسماء الكبيره الحقيقه اللي لحن لهم واللي كتب لهم خاصه هو كشاعر. والاغاني اللي تقدمت في الفتره الاخيره حتى البنت الفنانه القديره نحبها برشا يسرا محنوش. دونك كلمه محنوش بركه تعطي على هرم كبير اللي هو سي الحبيب محنوش. سيري ذا ماهوش شخصيه عامه، شخصيه منفرده. انا بالصدفه قريت عنده آلة العود في المعهد العالي للموسيقى، وتعرفت على شخصيته النادرة. الفنان إلى النخاع، فنان إلى حد الجنون،
ما بعد الجنون، مش حتى ما بعد الجنون. والهبلة اللي عنده سي رضا تتجلى في أعماله، تتجلى في شخصيته، في معزوفاته. نعتبره فلتة، نعتبره شخصية منفردة معناها من نوعها، وقول بالحق ما سبع عنا برشا من سيريدا. سأغني بعض الأغاني. لا عمل فما ضربات عملت هكا دفقتش بيهم زعما نحكي وهي ايش. خوذهم هذا ما عارفهم باش يدخلوا في هكا. المشاركة متاعي والمساهمة متاعي باش تكون الحقيقة تكريم شخصيتين عزيز على قلبي، سحبي محنوش باش نغني له زيد عليا زيدي، وانا طال صبري. هذوما غنيتين اللي هما معناها حتى بالتنسيق مع سي راسم دمق اللي هو القائد الاوركسترا اللي باش يشرف على الحفل. لقينا سورت دو كونتينيتي معناها نتاع كاني وصله، كاني سي ان باساج فلويد معناها اونتر لي شونسون، مش كل غنايه ابار مي فما كتابه موسيقيه تربط بين الاغاني. وباش نكرم سي ناصر سمود في حاجتين، في عمل معروف يحبوه الناس الكل اللي هو معناها عند الناس، وغنايه من الحانه زلت كي خرجتها من اخر اعماله هو سي ناصر، من اخر اعمال اللي قدمتها كلمات شاعر سمير كمون والحان ناصر سمود. الاغنيه اسمها زين قبل، تقول يا حسر على زين قبل، زين الحنة والكحل، عالزين الغالي حيرني وشغلني بالي، تحت السفساري قمرة تمشي كيف الطل، يا حسر على زين قبل. وحتى على زين توا زي ما عندك في ما تقول، ما الله غالب زين توا في برشا شويه استيتيك، زين قبل يا خويا الله غالب. نقعدوا في ديل زين قبل. دونك شرف ليا باش نغني من شرف ليا باش نغني من اخر اعمال سي ناصر سمود. وين الفرحه الكبيره كانوا العمل هذايا عنده حظ كبير اللي باش يتغنى على ركح مهرجان قرطاج. ان شاء الله هاللقاء هذايا باش يتجلى هو نهار 14 اوت بجزء هكا صغير، لكن فما معناها ان شاء الله بروجي كبير نحضر فيه. عندي سنين الحقيقه على قد ما شاركت واعتنيت ركح كارتاج مع مجموعات موسيقيه ولا مشاريع كبيره، على قد ما نستنى في الفرصه الحقيقيه اللي باش ناخذ فيها مساحه الخاصه بيا، يكون عرض كامل وشامل يلخص المسيرة متاعي في توجهاتها وتياراتها الموسيقية، سواء اهتمامي بالموسيقى الكلاسيكية كقول الملوف والوصلات من الموشحات الأندلسية، والجانب الصوفي اللي ترعرعت فيه في زغوان نسبة للطريقة العزوزية، والإنتاجات متاعي هذا كله سي توت ان بروجي إن شاء الله ياخذ وقته، ونختار الفرصة سانحة باش ناخذ عرض خاص بيا ويكون لقاء سفيان الزيدي ومهرجان قرطاج. أنغام في الذاكرة، يظهر لي أحسن 3 كلمات ينجم يكونوا، خاطر الأنغام وحدها إذا كان ما تكونش عندها علاقة بالذاكرة الوطنية، بالتاريخ عمقها في علاقتها بالهوية الموسيقية التونسية، تولي أنغام تعديت معناها مر عليها الزمن من غير حتى تخاس. كي تكون في الذاكرة سيكو خلات ذكرى طيبة، وإن شاء الله المناسبة ذي تقعد حية على مدى يعني تاريخ مهرجان قرطاج، وكيك ديما نقعدوا فيدال للموسيقى التونسية. رسالتي للجمهور أقول لكم نحبكم ديما وراء الفنان التونسي قبل حتى أولويات، لأن الأولوية الأولى والأخيرة هي للهوية، هي للفن التونسي الأصيل. ما أحوجنا باش ندعموا الثقافة متاعنا، ثقافة راهي معيار تقدم الشعوب والناس تتباهى، واحنا نتباهاو بمهرجان متاعنا بالثقافة الموسيقية متاعنا. يجاو العرض أنغام في الذاكرة 3، يجاو باش يستمتعوا بلقاء الأجيال هذايا مع الأصوات القيمة، مع المبدعين اللي يعطوا الأغنية التونسية وما زالوا يعطيوا. هذا اعتراف منكم واعتراف مني بقيمة الفنانين ذوما. دونك نحبكم ديما سند للمبدع التونسي.